12 سنة. كنت متسطح على القطر ومعايا الواد بوق. كنا رايحين اسكندرية نخلص مصلحة، وكان في شوية عيال متسطحين برضو عاملين دوشة. واحد فيهم استهزأ بكلامي، من غير ما افكر قفشته من رقبته وقلعته هدومه كلها. القطر كان بيتي اللي ملوش عنوان معين. كنت بحس اني ملك وانا فوق القطر. هنا عملت كل حاجة، اكلت، شربت، ضحكت، نمت، اتجوزت، وقتلت. انا التوربيني. اول مرة اتقتل فيها لما سبت البيت ونزلت اشتغل في قهوة المحطة. كنت دايما اسمعهم في البيت بيقولوا عليا انطوائي، مش بيتكلم وهادي، ده ملوش صحاب. كلامهم ده كان بيعصبني قوي، ببقى نفسي اوريهم الوحش اللي جوايا. قررت اسيب البيت وامشي. كنت عيل صغير يا دوب 12 سنة. وتاني مرة اتقتلت فيها لما كان حقي بيتاخد مني كل يوم من التوربيني، عبده التوربيني، صاحب القهوة اللي كنت شغال فيها. كان كل يوم ما يرضاش يديني يوميتي اللي هي اصلا كانت شوية ملاليم، لحد ما في يوم قلت لأ، انا مش هفية يا عبده. قال لي انت صح، انت مش هفية، وعشان كده انا هاخدك افسحك في مكان هيعجبك قوي. واخدني فوق سطح القطر، قطر التوربين. ودي كانت اخر مرة اتقتل فيها. لما عرفت انه جابني عشان يعمل عليا حفلة، وهو بيكتفني بعد ما قلعني ملط وربط ايدي ورجلي بهدومي واغتصبني. ساعتها ما عيطتش ولا طلع لي صوت، بس كانت جوايا صرخة مكتومة، صرخة فوق احتمال اي حد. وما فقتش غير وانا في المستشفى. قالوا لي انهم لقوني غرقان في دمي على قضيب القطر. رماني من فوق القطر وهو ماشي وقعت على نافوخي وقعة بنت حرام، لدرجة ان الخبطة شوحت لي عيني. وحياة امي ما انا سايبك يا عبده، برغم انه اكبر مني اكتر من ضعف عمري، بس نويت اعمل فيه زي ما عمل فيا. فضلت مرمي في المستشفى شهر بحاله وانا بغلي ومستني اخرج له. بس سبحان الله، وانا في المستشفى سمعت خبر موته. عربية دهسته، والله اعلم دي كانت مقصودة ولا حادثة عادية، اصل كان حبايبه كتير. هربت من المستشفى، هربت وانا نفسي انه يكون لسه عايش، ويكون اللي انا سمعته ده مجرد اشاعة. عشان كده اول مكان فكرت اروحه هو التوربيني، سطح التوربيني. على قد ما المكان ده بيفكرني بذكرى، على قد ما حسيت اني ملك الدنيا دي كلها وانا فوق. ساعتها القطر اتحرك، ما كنتش عارف هو رايح على فين، بس قررت بيني وبين نفسي اني هكمل. كنيت فوق عربية التكييفات، فيها تجويف كده يخلي محدش يشوفني ولا ياخد باله مني. وعدت سنة ورا سنة وانا كل يوم تقريبا على ظهر التوربين، مرة اسكندرية ومرة القليوبية. لفيت مصر كلها على ظهر، بس اكتر مكان ارتحت فيه كانت اسكندرية. رايقة وهادية، والحكومة فيها هادية مش زي القاهرة. انا التوربيني. انا مش عارف هو انا اتولدت توربيني ولا بقيت توربيني. كل اللي انا اعرفه اني بقيت اشوف عبده في كل العيال اللي حواليا. لميت شوية عيال قلبها ميت وعملت عصابة. كنا بنعمل اي حاجة وكل حاجة، تسول، نشل، دعارة،
كل حاجة. كانوا بيخافوا مني. اللي كان بيقول لي لأ ما كنتش بسمي عليه، كنت بعمل معاه نفس اللي عمله معاه عبده بالظبط. ما كانش في حد يتوقع انا ممكن اعمل فيه ايه. اصلهم كانوا بيقولوا عليا كتوم، انطوائي يعني، وده اللي كان بيرعبهم مني. انا ساعات كنت بسمعهم بيقولوا عليا اني ملبوس، يمكن، مين عارف. انا التوربيني اول مرة اقتل فيها كان عندي 18 سنة. كنت متسطح على القطر ومعايا الواد بوق. كنا رايحين اسكندرية نخلص مصلحة، وكان في شوية عيال متسطحين برضو عاملين دوشة. واحد فيهم استهزأ بكلامي، من غير ما افكر قفشته من رقبته وقلعته هدومه كلها. افتكرت ساعتها اللي حصل لي. شفت نفسي في الواد. الفرق الوحيد بيني وبينه ان الواد كان بيصرخ صرخة ما طلعتش مني لما كنت مطرحه. ساعتها جه في بالي حاجة، مش يمكن لو كنت صرخت وطلعت اللي جوايا ما كانش ده حصل؟ اللي فصلني ساعتها صوت قطر الصعيد اللي كان جاي في وشنا. ما دريتش بنفسي غير وانا بحدف الواد تحت القطر، اتفرم. الغريب اني ما حسيتش باي حاجة، لا راحة ولا ندى، لدرجة اني بقيت بعمل كده من غير اي سبب. اخد العيال فوق القطر اقول لهم تعالوا افسحكم شوية في اسكندرية، اغتصبهم وارميهم من فوق. انا التوربيني. عرفت بنت من القاهرة كانت سريحة، عزة بربش. كانت اصغر مني بكتير بس كانت وتك. حطها برضو فوق التوربيني. اصلي لما كنت بحب اتعرف على واحدة كنت بختصبها، بس دي ما رمتهاش، عجبتني واتجوزتها عرفي. ساعتها الكل عرف انها تبعي ومحدش كان يقدر يقرب منها خالص غير بمزاجي. ادفع ودوس، غير كده تمامك انت عارفه. كانت بتدخلي فلوس حلوة برضو. انا التوربيني لحد دلوقتي 24 عيل، لا 28 او 30، مش مهم. في مرة عيل من العيال بتوعي راح بلغ عني عشان اغتصبته من غير رضاه. الحكومة جت شدتني، ولما زهقوا مني وما عرفوش يمسكوا علي حاجة سابوني. بس لما طلعت اخدته فوق القطر وغتصبته انا والعيال اللي معايا كلنا. بعد كده رميته تحت القطر. ساعتها شفت راسه وهي بتنفصل عن جسمه. انا التوربيني. اتقبض عليا في 2006. واحد من عمال المحطة لقى جثة عيل متحللة جنب قضيب القطر، فقام مبلغ الحكومة. اللي جن الحكومة ساعتها لما لقيوا اكتر من جتة مرمية على قضبان المحطة في اكتر من مكان، وكلهم كانوا عيال 12 سنة 13. ضيقوا الدنيا عليا لحد ما اتقفشت في اسكندرية، وسنة 2010 اتحكم عليا بالموت. نفسك في ايه؟ انا رمضان، ابن القطر اللي ملوش محطة. قتلت كل عيل شبه اللي كنت عليه. افتكروا اسمي ده كويس، ما تنسوش بس تصدقوا ان الوحش ده اتخلق في محطة. اتخلق لما الدنيا سابتني للتوربين وساب التوربين يفرمني.